اهلا بيكم يوم جديد ويوم سعيد عليكم باذن الله. موضوع حلقتنا النهارده عن احتمال حدوث تسونامي في اسكندريه ولا لا. طبعا احنا النهارده صحينا على خبر مفزع جدا، كل مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عنه، تقريبا منتشر من امبارح بالليل، عن احتماليه حدوث تسونامي يضرب اسكندريه. طبعا منظمة اليونسكو حذرت قبل كده من احتمالية حدوث تسونامي يضرب سواحل الدول الموجودة في البحر المتوسط، وكان من ضمنهم اسكندرية وتركيا. بس اللي خوفنا اكتر لما رئيس معهد علوم البحار طلع واتكلم امبارح في التلفزيون وقال في حديث له، مضمون الحديث ان اسكندرية حصل لها تسونامي قبل كده مرتين اتنين. أول مرة حصل سنة 365 وتاني سنة حصلت سنة 1303. وقال في مضمون حديثه إن الفرق حوالي 1000 سنة فقط ما بين حدوث تسونامي. طبعا بيزيد سنة أو بيقل سنة، ده على حسب الجو. طبعا خفنا جدا احنا كاسكندرانية من امبارح، الموضوع ده عامل لنا ازعاج وعامل لنا خوف وحالة حزن على اسكندرية وشواطئ اسكندرية. لكن طبعا دي كلها ظواهر طبيعية بتحصل لأي حد موجود في العالم وملناش يد فيها، غير اننا ندعي ربنا ان هو يحفظ لنا بلدنا من كل شر يا رب. الموضوع فعلا طلع بجد، وفعلا منسوب المياه كل سنة بدأ يزيد، وده احنا بدأنا نلاحظه الفترة اللي فاتت من ارتفاع الأمواج كل شوية بيزيد. وكمان لازم نعرف برضو ان نوة الكرم كانت كل سنة مدتها كانت تقريبا 7 أيام فقط، لكن هي لغاية الآن 13 يوم، وما زالت الأجواء الشتوية في اسكندرية زي ما هي من حيث الشتاء والغيوم وكمان ارتفاع الأمواج. شفنا طبعا مع بعض الفترة اللي فاتت فيديوهات كتيرة عن انشقاق الرصيف وميول سور الشاطئ في شواطئ سيدي بشر، وبالخصوص شاطئ ادوار الخراط. للمحافظة راحت مشكورة وشركة المقاولين العرب، وبدأوا يعملوا مصبات خرسانية وتجديد للرصيف، وقالوا ان ده كله بسبب ارتفاع الامواج والنهر، وقاموا بإصلاح الرصيف. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا خايفين من العماير القديمة اللي موجودة على كورنيش اسكندرية، وكمان البيوت القديمة اللي موجودة في اسكندرية. اسكندرية فيها بيوت قديمة جدا على الكورنيش، وكمان فيها عماير طلعت الفترة اللي فاتت ديت بأدوار مخالفة كتير. ربنا يحفظ يا رب كل اسكندرية وكل العالم العربي وكل الدول اللي موجودة على السواحل البحر المتوسط. عايزين كلنا ندعي ان ربنا يحفظنا يا رب. اسكندرية جميلة جدا. خايفين ان حصل قبل كده تسونامي في مدينة في ابو قير، اختفت بالكامل مدينة هركليون، اختفت كلها تحت المية سنة 365، وانا عاملة فيديو عليها بسبب الزلازل وبسبب تسونامي. تزوروني في جولات كتيرة جاية عن اسكندرية. الله حافظ لاسكندرية واهلها.